انا اسمي جميلة، بس مين قال ان الاسماء ليها علاقة باللي بنعيشه؟ انا دلوقتي في المستشفى، نايمة على سرير ابيض ريحته دوا ونور سقفه بيوجع العين. بس اول لما فتحت عيني لمحت وش رمزي، كان واقف جنبي وعينه باين فيها الرعب والدموع. قال لي بصوت بيترعش: جميلة حبيبتي، سمعاني؟ فوقي بقى بالله عليكي، فوقي يا حبيبتي، انا هموت لو حصلك اي حاجة. وانا بفتح عيني شفت قدامي جوزي وهو منهار. رديت عليه بتعب وقلت له: انا فين؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ كنتي هتروحي يا جميلة، وانا كنت هموت وراكي لو حصل لك حاجة يا حبيبتي. انا مش فاكرة حاجة خالص يا رمزي، غير اني شربت عصير او حاجة كده كانت مديهالي اختي هدى. انا لقيتك تعبانة قوي يا حبيبتي، وما كنتيش بتنطقي، وكنتي خلاص شبه هتروحي خالص، بس الدكاترة قدروا ينقذوا حياتك بصعوبة يا حبيبتي. وبعد كده فضلت افكر ازاي ده حصل معايا. نرجع فلاش باك قبلها بساعتين ونشوف ايه اللي حصل. كنت قاعدة في أوضة المعيشة، وهدى أختي دخلت عليا بكوباية عصير لونها غريب شوية، وقالت لي بابتسامة: اشربي دي يا حبيبتي، وصفة جديدة كده فيها نعناع وليمون وكركديه، تنضف جسمك وتفوقك كده وتخليكي تنامي مرتاحة، لانك باين عليكي التعب وصعبتي عليا لانك ما بتريحيش نفسك يا جميلة. اشربي يا قلب اختك. تعبتي نفسك ليه بس يا هدى؟ كنتي عملتي شاي وخلاص يا حبيبتي. هو انتي قاعدة ده كله في المطبخ عشان تعمليلي الوصفة دي؟ يا بنتي كنتي وفرتي صحتك وقعدتي عشان خاطر عيالك اللي مجننينك من الصبح دول. لا يا حبيبتي، تعبك راحة، وفيها ايه يعني اما اعملك حاجة؟ ده انتي اختي الوحيدة، هو انا يعني لو ما عملتكيش انتي هعمل لمين يعني؟ يلا يا حبيبتي اشربي بقى، ده انا عاملهولك مخصوص، حاجة كده من اللي قلبك يحبها، ترجعلك تاني صحتك بعد اللي عملوه فيكي العيال. شربت الكوباية، وبعد 10 دقايق الدنيا بدأت تلف بيا، راسي تقيلة، نفسي ضاق وايدي بتترعش. صرخت بصوت مخنوق: الحقيني يا هدى، انا بروح، يا رمزي تعالى الحقني يا رمزي. للأسف انا متأكدة ان هدى كانت سامعاني من الأوضة وما ردتش عليا، بس جوزي رمزي ربنا يخليه ليا يا رب، اول ما سمع صوتي جاي يجري عليا وقال لي: جميلة، جميلة مالك؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ تعبانة يا رمزي، حاسة اني بروح، مش قادرة اخد نفسي، في حاجة بتقطع في بطني، هروح يا رمزي، مش قادرة اتنفس، الحقني. رمزي شالني من غير تفكير وجرى بيا على المستشفى، وكل الناس بدأت تساعده علشان يوصل للمستشفى في أسرع وقت. الغريبة بقى ان كل ده ما ظهرش غير بعد ما اختي ادتني كوباية العصير، والاغرب ان انا كنت بنادي عليها وانا على اخري، وهي المفروض في الأوضة او في المطبخ، لكن ما سألتش عليا ولا طلعت ليا لحد دلوقتي. ونرجع تاني لأوضتي في المستشفى، وانا ببص في عين رمزي وبقوله: في ايه يا رمزي؟ ايه اللي حصل؟ ممكن يكون اللي احنا بنفكر فيه ده صح؟ بصي يا جميلة، تحليل الدم بيقول انك شربتي مادة سامة، مش بتخلي الانسان يروح على طول، لكن بتضر جسمك بالبطيء. وقتها انا اتجمدت ووشي فقد كل تعبير، وقلت بصوت واطي: سم؟ طب ازاي؟ انا ما باكلش من بره، انا حتى ما خدتش اي ادوية او اي حاجة من بره، ده حتى حبة المسكن لو عندي صداع انا ما باخدهاش. ما فيش حاجة غير العصير اللي اختك كانت بتشربهولك هو اللي عمل فيكي كده يا جميلة. ازاي يعني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش معقولة اختي تعمل فيا حاجة زي كده، ما تهزرش يا رمزي، ده ما ينفعش الكلام ده ابدا يتقال. انا كنت مستغرب جدا انها تدخل المطبخ الفترة اللي فاتت دي
وتبتدي ان هي تعمل الاكل بنفسها. انا عارف ان اختك وحشة وكانت بتعمل معايا تصرفات مش كويسة، بس كنت بداري علشان ما اعملش مشاكل. انت ما كنتيش بتصدقيني لما كنت بقولك ان هي بتضايقني، وانت كنت شايفة ان هي بتعاملني زي اخوها، وانا عمري ما شفت دوت من وقت موت اخويا كريم. للأسف هي اتغيرت معايا تماما. وعلى فكرة بقى، سيف ابنك قال لي ان هو شايف خالته وهي بتحط حاجة في قلب العصير اللي هي اديتهولك، وقال لي على حاجات كتيرة جدا. انا هجيبه هنا بكرة معايا وهخليه يحكي لك كل حاجة بنفسه. هدى، هدى اختي؟ طب ازاي يا رمزي؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ دي اختي مش اي حد، لا دي توأمي، يعني حتة مني. انا عارف ان انت مش هتقدري تصدقي اللي انت سمعتيه، بس للأسف كل حاجة بتقول ان هي اللي عملت كده، ودي مش اول مرة ليكي تاخدي حاجة مسمومة. انت السم في جسمك بقاله اكتر من شهر تقريبا، من يوم ما اختك دخلت بيتنا وجت عندنا يا جميلة. انا دموعي نزلت غصب عني وقلتله انا لازم اعرف كل حاجة، واعرف الحقيقة، واعرف اختي عملت ليه كده. من اول ما جوزها ما راح، وهي في الاول كانت طريقتها متغيرة معايا، وبعد كده رجعت تاني طبيعية وبقت معايا احسن من الاول. بس ليه تحاول تخليني اروح وتأذيني؟ انا ما عملتلهاش حاجة. وبعدها قعدت وبصيت للسقف وابتديت افكر، وبترجع جميلة فلاش باك يوم عزا كريم، وبدأت كل حاجة يوم عزا كريم جوز اختي هدى. هدى كانت قاعدة، انا مش مصدقة، انا مش قادرة استوعب انه مش هيكون معايا تاني. ما كانش بيتأخر عني خالص حتى في الشغل، دلوقتي مش راجع خالص. ليه كده يا كريم؟ ليه سبتني يا كريم؟ ربنا يصبرك يا هدى، احنا كلنا معاكي يا حبيبتي وانتي مش لوحدك. ادعيله يا حبيبتي بالرحمة، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. اما حماتي بقى كانت قاعدة من بعيد وبصة بكبرياء، وبتبص كده من فوق لتحت وقالت ربنا يصبر قلبك وقلبي يا بنتي، اللي راح عمره ما هيتعوض، ومفيش حد هيحس باللي احنا فيه. كان ظهري وسند ليا يا ماما، ودلوقتي اتكسر ظهري، ما بقاش ليا حد في الدنيا. الدنيا بقت وحشة من بعدك يا كريم. ربنا يصبرك يا حبيبتي، بلاش بقى الكلام ده يا هدى. ويا حبيبتي انا مش اختك وحبيبتك، هكون معاكي ومش هسيبك ابدا، ده احنا توأم يا هدى. يعني حرقة قلبك دي انا اكتر واحدة حاسة بيها، وقلبي بيوجعني عليكي يا اختي. اجمدي كده عشان خاطر ولادك. حماتي بصتلي وبصوت عالي وكله قرف قالت يا اختي ما تقارنيش نفسك بهدى، انت طبعا بالشكل بس عمرك ما هتحس بيها، دي واحدة جوزها راح منها. حظك وحش يا هدى، يا عيني يا بنتي عليكي وعليا، انت اترملتي بدري وانا اتكسر قلبي واتاخد حتة منه، ومفيش حد هيحس بينا ابدا يا هدى. ايه يا امي الكلام ده مش وقته خالص، اهدي كده عشان الناس. جميلة ما قالتش حاجة فما ينفعش الكلام ده قدام الناس، وكمان ما تزوديش وجع هدى، كفاية اللي هي فيه بقى يا امي. انا يا ابني لو عليا عايزة اقول كتير، بس اديني ساكتة اهو. سيبني باللي انا فيه وخليك مع مراتك بقى. انا مش عايزة اعيش هنا لوحدي، البيت ده بيخنقني، كل ركن فيه بيفكرني بكريم. انا هسيب البيت وامشي وهروح عند ابويا. ساعتها خفت على اختي وخدتها في حضني وقلت لها تعالي يا حبيبتي اقعدي عندي شويه، انتي واولادك يوسف وريم. والله اولادي هيفرحوا قوي قوي، سيف وجنى هيفرحوا بيهم قوي، وانا مش هسيبك ابدا يا حبيبتي. هو انتي هتسيبي بيت جوزك ولا ايه يا هدى؟ لا طبعا ما ينفعش يا بنتي، البيت ده بيتك وهتفضلوا فيها على طول، بس يا عيني عليكي يا حبيبتي، مش هتلاقي حد يشيل معاكي الحمل ده كله. انا معاها يا حماتي، ومهما حصل مش هسيبها،
لا انا ولا رمزي، هي اختي، فانا اولى واحدة بيها. يا ريت. ان شاء الله هنشوف مين اللي هيفضل يا حبيبتي ومين اللي ملهوش مكان وسطنا من الاول اصلا. سكت في الوقت دوت وانا مش فاهمة حماتي ليه بتقولي الكلام ده. كنت مستغربة جدا من كلامها، وهي المفروض واحدة حزينة على ابنها يعني. هدى اتكلمت بصوت هادي جدا وبصت في الارض وقالت: انتم ليه مش قادرين تفهموني؟ انا جوزي مات، اللي كنت بحبه وكنت بعشقه، وهو كان بيموت فيا. كنا عايشين حياة سعيدة، راح مني في غمضة عين. سيبوني في حالي بقى، حرام عليكم. بصيت لاختي بحزن وانا حاسة بوجعها، لاني موجوعة علشانها قوي. الجملة دي كانت صعبة جدا بالنسبة لي، وكنت حاسة بوجع في قلبي لاني بتوجع علشانها. بس اخيرا وبعد يومين اقنعتها ان هي تيجي معايا البيت هي واولادها، وفعلا اقتنعت وجت معايا شقتي وقعدت معايا، وكنت مبسوطة قوي اني قدرت اقنعها. كنت بفتح الباب لاختي وانا مبسوطة جدا وسعيدة ان اخيرا هقدر اخفف عنها، وقلت لها: تعالي يا هدى، تعالي ادخلي، سيف مستنيكي من امبارح وهو بيقول انا عاوز اشوف خالته، وفرحان قوي قوي ان ريم ويوسف هيقعدوا عندنا فترة. ده الولد ما كانش عايز ينام عشان خاطر انت جاية. حبيب قلب خالته، هو وحشني اكتر والله. بس يا جميلة يعني انا ما كنتش عايزة اتقل عليكي عشان برضو جوزك ما يتحركش من وجودي. ايه الكلام ده بس يا هدى؟ ده بيتك يا حبيبتي قبل ما يكون بيتي، وأوضة الولاد جهزتها أوضة ليكي انت وريم، ويوسف هينام مع سيف في اوضته. في الوقت ده سيف بيقول: خالته هدى، خالته هدى، اخيرا جيتي، ده انا مستنيكم من امبارح. ازيك يا ريم؟ ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا سيف، انا هقعد عندكم كام يوم وهنلعب مع بعض كتير. عامل ايه يا حبيب خالته؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله يا خالته. ايوه يا يوسف، ده انا مستنيك بقالي كتير قوي. تعالى بقى جانا جوه ومستنيينا عشان نلعبوا سوا مع بعض. يلا يا ريم. هدى فضلت تبص على الصالة، كان باين عليها الهدوء، بس كانت بتبص في كل ركن وكأن عينيها بتدور على حاجة معينة. وفضلت ثابتة أول ما شافت صورتي أنا ورمزي اللي متعلقة على الحيطة. ساعتها قالت: ما شاء الله، بيتك جميل وفيه راحة مش عادية، ربنا يباركلك فيه يا حبيبتي. ربنا هو اللي ساترنا يا هدى، والحمد لله على كل حال. رمزي بيعمل كل حاجة عشان يخلينا عايشين أحسن. اي نعم، انت عارفة يعني ان العيش على القد، بس ربنا كريم ويوسعها علينا، والحمد لله على كل حال. احنا راضيين بحالنا، واحنا احسن من غيرنا بكتير قوي الحمد لله. ربنا يديكي على قد نيتك ويخليلك جوزك يا حبيبتي وعيالك يا جميلة. مرضتش ارد، بس حسيت ان اختي بتتكلم من جواها بوجع، حاسة ان هي مستكترة عليا حياتي البسيطة. بس قلت يعني اكيد متهيالي، او حتى لو هي عملت كده اكيد بسبب نفسيتها البايظة، عشان جوزها اللي راح منها فجأة يا عيني واتحرمت منه وهي لسه في عز شبابها وصغيرة. اختي اللي كانت طول الوقت الكل بيتفرج عليها وعلى اناقتها، وان هي حد جميل قوي ومرتب في نفسه، ورغم كده احنا نفس الشكل، بس هي مختلفة خالص عني. هي كانت مرحة وبتحب الناس واجتماعية جدا، عكسي انا تماما، لاني كنت في حالي قوي قوي. وبعد شوية الباب بيخبط وبتدخل حماتي لابسة طرحة سودا، بس وشها مش باين عليه الحزن اللي المفروض يكون في قلبها على ابنها اللي راح منها في عز شبابه. بصيت لحماتي باحترام وادب وقلت لها: ايه، اتفضلي يا حماتي، تعالي، اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي يا جميلة، انا والله جيت عشان خاطر هدى حبيبتي، كنت زعلانة عليها قوي، وقلت اجي عشان اشوف رمزي، لاني عايزة الم شمل العيلة من اول وجديد. والله يا ماما انا ما كنتش عايزة اجي، بس جميلة اصلت بقى وقالت ما ينفعش اقعد لوحدي في البيت انا والولاد، عشان خايفة عليا لا اتعب ولا حاجة. حماتي في الوقت دوت بصت لي وقالت لي: ربنا يهدي لك اختك يا حبيبتي ويجعل النوايا سليمة.
استغربت جدا ورديت على حماتي وقلت لها: ليه بتقولي كده يا حماتي وانا عملتلك حاجة؟ حماتي في الوقت ده تجاهلت ترد عليا وبصت على سيف وقالت له: انت يا واد انت في كام دلوقتي؟ انت في ابتدائي صح ولا لسه في الحضانة؟ ايوه يا تيتا، انا في تانية ابتدائي. تعرفي يا تيتا ان خالته هدى كانت بتحكي لي عن مغامراتها وهي صغيرة، وقد ايه بابا كان بيحبها وهي كانت بتنقذه. الكلام نزل صدمة على الجميع، وانا ببص لاختي هدى بسرعة، وهدى عينيها بتلمع وهي بتحاول تداري الكلام وتنقذ الموقف. وساعتها قالت: ايوه طبعا، ابوك ده زي اخويا الكبير بالظبط، ودي الذكريات بقى واحنا صغيرين، اكيد كنا بنحب بعض زي الاخوات، ده انا ما كنتش بحب العب غير معاهم. كفايه شغل المغامرات اللي كنا عايشينه انا وكريم ورمزي وجميله، كنا بجد احسن صحاب. وبعد كده اتجوزنا بعض، كانت ايام حلوه قوي وما تتعوضش. وكمان بقى ما تنساش ان ابوك يبقى ابن خالي، يعني فعلا اخويا. ابتسمت لها بتوتر، لكن حسيت بحاجه جوايا ناحيه اختي، بس حاولت اتجنبها باي شكل، لان اختي هي توأمي، واللي يشوف اختي اكنه شافني بالظبط. واحنا بنحب بعض جدا، وهي عمرها ما هتأذيني او هتبص لجوزي. فقلت لها بابتسامه هاديه: ايوه طبعا، انا عارفه ان انتوا اخوات، ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي ويخليكي لعيالك، وتعملي اللي ابوهم الله يرحمه ما قدرش يعمله ليهم قبل ما يموت. ساعتها هدى ردت عليا بكلام ما ينفعش ان هي تقوله ابدا، وكان بصراحة بقى بالنسبة لي صدمة كبيرة، وقالت: يا رب، بس برضو يا جميلة ما يمنعش ان انا مش هدفن نفسي بالحياة. كريم كان دايما وهو عايش مشغول عني، وكنت حزينة في وجوده، وبرضو في غيابه كنت حزينة. تفتكري يا ماما هو انا لو اتجوزت مرة تانية حد هيزعل مني؟ لو اخدت حاجة كانت المفروض تبقى من حقي انا في الاول، ده يزعل حد يا ماما؟ انا اتجمدت مكاني ومش مصدقة اللي بسمعه. في الوقت ده دخل رمزي وانا بسمع الجملة دي، جملة شكلها من بره جميل بس من جواها مليانة اسرار، ومليانة حاجات كتيرة جدا توجع، بس اللي يفهمها حماتي. بصت لاختي وقتها وهي مبسوطة جدا، وبتطبطب عليها برضا وفرحانة بيها، عكس اي ام يبقى ابنها ما كملش اسبوع متوفي، وفرحانة جدا بمرات ابنها اللي بتفكر في فكرة الجواز قبل حتى ال40 بتاع ابنها. ساعتها حماتي قالت: انا مش زعلانة يا بنتي، بالعكس، دي كانت وصية كريم اننا ما نسيبكيش، ولازم نأمنلك مستقبلك انت وعيالك، وانا اللي هأمنلك مستقبلك، وممكن يكون نصيبك قريب منك بس انت اللي مش شايفاه. كنت ببص في الارض وببلع ريقي بصعوبة. في حاجة ورا حماتي واختي هدى، الموضوع ده مش سهل. بدأت اخد بالي من كلام حماتي، بس اللي استغربته هما ليه بيقولوا الكلام ده وليه بيقولوه قدامي انا. بعد كده دخلت جهزت الغدا، وكله اتغدى وكنا مبسوطين جدا مع بعض، ونسيت كل حاجة حصلت لاني كنت فرحانة بوجود اختي معايا في نفس البيت. وحماتي بقى راحت على شقتها، واختي دخلت الحمام علشان تاخد دش. وبعد كده بصيت لها وهي طالعة من الحمام، لقيتها لابسة بيجامتي الحرير ورابطة شعرها زي ما انا كنت بربطه بالظبط، يعني اللي يشوفها مش هيفرق بيني وبينها. كانت بتقولي بمنتهى الوقاحة: معلش يا جميلة، خدت من الدولاب بتاعك بيجامة لان الشنطة بتاعتي نسيت اجيب فيها البيجامات، وما كانش ليا نفس والله اجيب اي هدوم من البيت غير كام عباية كده، قلت يعني اغير فيهم. وكنت متضايقة جدا بقى بصراحة من اللبس الاسود، فقلت اغير. اوعي تزعلي، ولو انتي زعلانة مش هاجي تاني جنب هدومك يا حبيبتي. بصيت لها وحسيت يا عيني قد ايه ان هي مظلومة، وقلت بطيبة وانا زعلانة على اختي: مش مشكلة يا هدى يا حبيبتي، خدي اللي يريحك واعتبري البيت بيتك بالظبط. هو فعلا البيت مريح وجميل قوي، وانا ارتحت عندك بصراحة يا جميلة. ساعتها رمزي جوزي قال: خدي راحتك في البيت هنا يا هدى، اعتبريه بيتك، والاولاد لو عايزين اي حاجة قوليلي، انا زي والدهم
ومش عايزهم يتحرجوا مني خالص. بصراحة بقى ما شاء الله بيتكم جميل قوي، واللي يدخل فيه ما يبقاش عايز يسيبه ولا يمشي ابدا والله يا رمزي. انا في الوقت ده دخلت المطبخ اول ما سمعتها بتقول كده، وناديت على رمزي بصوت واطي. كنت غيرانة شوية، بس قلت هي اكيد بتكلمه زي الاول، يعني هو برضو اخو جوزها وزي اخوها الكبير وكمان ابن خالها. انا اللي مديه الموضوع اكبر من حجمه، بس انا بحب جوزي قوي وبغير عليه، فناديت عليه وقلت له: رمزي تعالى ساعدني عشان نحط الاكل على السفرة، يلا بسرعة يا حبيبي. ورمزي اول ما ناديت عليه قام على طول وقال لي بكل حب ورومانسية: جيت اهو يا حبيبتي، خلي بالك من ايدك يا جميلة، اوعي تلسعيها زي العادة هتتوجعي يا قلبي. ما تقلقش عليا يا حبيبي، انا كويسة، يلا بقى خد الاطباق دي. ماشي يا حبيبتي. ما شاء الله شكلكم بتفهموا بعض من غير ما تتكلموا حتى. انا بصيت لها باستغراب ونزلت راسي لاني اتحركت جدا من كلامها، بس في اللحظة دي ببص لقيت جوزي رمزي بيحط ايده على الطبق، واختي كانت متعمدة ان هي تحط ايديها على نفس الطبق ولمست ايده في الوقت ده. انا اتضايقت جدا، بس رمزي ما خدش باله وشال ايده، بس انا بقى كنت واخده بالي كويس قوي من الموضوع ده. وبعد العشاء سيف ابني جاي عليا وبيقول لي: ماما خالتي هدى قالت لي ان ننام احنا الاربعه في حضنها النهارده. ليه يا قلب ماما؟ بطل رخامه، الاوضه بتاعت خالتك يا دوبك على قدها هي والولاد، لانهم ساعات بيسيبوا الاوضه التانيه وبيجوا يناموا معايا، ما تبقوش رخمين بقى. لا يا حبيبتي مفيش مشكله، فيها ايه يعني اما يجي يبات معايا؟ ده احنا بنقعد نسهر ونحكي حكايات زي زمان، بس انت شكلك بقى مش عايزه سيف ولا جنى يناموا جنبي. لا والله يا هدى، اعملي اللي يريحك يا حبيبتي، انا بس ما كنتش عايزه اضايقك، والعيال هيجوا يرخموا عليكي ويصدعوكي، مش هتعرفي تنامي خالص. هدى خدت الولاد ودخلت الاوضه بتاعتها عشان تنام. في الوقت ده انا دخلت اوضتي وكنت بلم الغسيل اللي كان مرمي على السرير وبروق اوضه النوم قبل ما رمزي يدخل. اتفاجأت بمزيل المكياج محطوط على التسريحه ومفتوح، والروج الاحمر بتاعي برضو مفتوح ومرمي على التسريحه. كنت مستغربه جدا وقلت: هو مين فتح حاجتي؟ ممكن العيال يعملوا كده؟ بس لا، عيالي ولا مره مدوا ايديهم على الحاجه بتاعتي، وعارفين ان الحاجات دي ممنوع ان هم يجوا جنبها خالص. كملت وانا خلاص كنت بنام ونعسانه وبقول لنفسي: هو انا لما طلبت ان اختي تيجي تقعد معايا كام يوم يعني في بيتي كنت غلطانه؟ انا حاسه ان هي داخله تاخد مكاني. الموضوع غريب قوي. هدى بدأت تتغير من بعد موت كريم، كل التفاصيل اللي هي بتعملها بقت غريبه جدا، وانا مش عارفه هي ليه بتعمل كده، بس اكيد انا عارفه ان اختي مش هتضرني، ربنا يسترها بقى. سكت وبعد كده بدأت ألم الحاجة بتاعتي ورحت رايحة على السرير ومديت طولي ونمت. وتاني يوم الصبح قمت من النوم عشان أحضر الفطار، وأول ما صحيت وطلعت من أوضتي اللي شفته قدامي لا يمكن حد يصدقه، كان صدمة كبيرة قوي قوي ليا. واستنونا في الجزء التاني عشان تعرفوا ايه اللي حصل. الجزء التاني هيكون الجزء الأخير، بس فعلا مليان أحداث شيقة جدا جدا جدا، هتعجبكم جدا. دمتم في حفظ الله.